السلام عليكم حبايب قلبي. يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. عاملين ايه؟ طبعا انتوا بقى شايفين الخضار الكتير اللي معايا اللي لونه حلو ومزهزه وجميل، ده حاجه الشتاء الحلوه الجميله دي. الخضار بقى الجميل دوت اللي طبعا في الشتاء، والمزهزه الحلو ده اللي كل خضار الشتاء حلو طبعا وطعمه حلو وجميل. النهارده بقى هعمل صينيه سمك ماكريل. صينيه سمك ماكريل بقى حلوه كده بالخضار الحلو الجميل ده ان شاء الله كده، وهنعملها مع بعض كده مع شويه رز مع شويه سلطه، ويا رب ان شاء الله كده تعجبكم. بصوا الخضار لونه جميل. بصوا لونه عامل ازاي، لونه حلو قوي. هركنه بقى على جنب كده واجيب السمك بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا السمك الماكريل دوت انا مشترياه طبعا، وغسلاه حلو جدا ومخرجه منه الدم ومنضفاه ومخليه زي الفل. بصوا عامل ازاي من جوه، مصفياه. بصوا فل من جوه. طبعا انا عندي الخلطه بتاعت السمك وريتها لكم قبل كده وقلت لكم ايه، بشيلها في الفريزر ليمون على فلفل اخضر. انا هبقى اعملها لكم في فيديو لوحده وهوريكم ازاي يعني، لاني بعملها حلوه. فاحط بقى كده من جوه. طبعا هملح السمك الاول عشان طبعا يبقى ليه طعم. مش هينفع ان انا ايه احط الخضار والحاجه فيه كده من غير ما املحه. طبعا هديله تمليحه حلوه كده في كل الجوانب عشان يبقى ليه طعم. وبرده هنملح الخضار الاتنين مع بعض ان شاء الله. السمك الماكريلي ده حلو طبعا ومغذي وفي فوائد كتير. بصوا الخلطه دي كده انا بعملها بحطها في الفريزر. طبعا بتبقى سهله خالص لما باجي اعمل السمك. بصوا جميله اهو. ونضيف قشطه اهو. هنسيبه بقى في التمليحه كده لحد ما نحضر الخضار بتاعنا كله مع بعض، ونشوف ايه الخضار بتاعنا ايه عباره عن ايه اهو. هنسيبه بقى كده في التمليح يشرب شويه من التمليحه، مع ان احنا ايه يعني السمك ده من الحاجات اللي ما تقعدش كتير يعني يتعمل ويدخل الفرن على طول. هنسيبه بقى شويه كده في التمليح ونحضر ايه الخضار بتاعنا. بصوا بقى يا حبايب قلبي، نسمي الله كده ونصلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا معايا هنا شويه خضار اهم، شويه خضار. بصوا عاملين ازاي فله. معايا بصل، معايا طماطم، ومعايا فلفل اخضر، ومعايا جزر مبشور وجزر صحيح. هنعمل طبعا ايه صينيه حلوه كده، او شويه بطاطس متقطعين شرايح كده رفيعه. كل ده كده بسم الله الرحمن الرحيم هنزل بيه كده. ده الايه البيجر بتاع السمك. معايا شويه بقدونس وشويه كزبره حلوين برده كده هنزل بيهم عشان هنحشي السمك وهنحطه فوق وهنحط تحته كله. وطبعا معايا هنا شويه ليمون. بصوا ربع كوبايه او نص كوبايه ليمون اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا شويه الفلفل الاحمر دول الدقه عشان يبقى حلو كده، عشان هيبقى زي السنجاري زي بتاع المحلات بالظبط ان شاء الله. طبعا السمك حلو الايام دي وجميل في الشتاء وحلو. طبعا معايا بقى هنا فلفل اسمر، ومعايا كمون، ومعايا اللهم صل على النبي توم باودر وبصل باودر، معايا قرفه، معايا ملح، ليمون، زعتر، شويه كزبره. كل دول برضو هننزل بيهم كده هم ما شاء الله. وحته التوم الحلوه طبعا دي طبعا ضروريه ومهمه. حته التوم حلوه كده اهي، دي لازم. وشويه زيت بقى حلوين كده عشان يطروا كل الخضار ده. يعني بصي شويه زيت حلوين كده هم عشان كل الخضار ده كده يبقى طري. نقلب بقى كده وهنحشي السمك مع بعض. بصوا عامله ازاي.
بصوا الخضار عامل ازاي ما شاء الله. بصوا الجزر والكرفس والبصل ما شاء الله، حاجه كده بقى مع الريحه مع الثوم. بصوا حاجه كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. لازم شويه الزيت دول عشان يطروا السمك. بصوا بقى، بصوا الخضار بقى عامل ازاي. بس كده كمان عشان تشوفوا كويس. بصوا الخضار ما شاء الله، خضار ريحته حلوه قوي 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 وجميل. وكمان حطيت شويه من خلطه السمك، وبحط القشر برده. بصوا بتاع الليمون، قشر الليمون ده برده كده حطيه بيدي مزازه، بيبقى حلو قوي قوي قوي. بصوا انا هجيب بقى الطاجن بتاعي دوت، انا هعمله في الصينيه دي، الصينيه الحلوه دي اهي. بصوا هجيب بقى الطاجن بتاعي ده، احط بس كده في القاعده تحت. هحط طبعا شويه زيت الاول. السمك المكاريلي ده عايز زيت كتير بجد يا جماعه، عشان ممكن يلزق ممكن ينشف. الزيت طبعا بيديله طراوه. انزل بقى بشويه الخضار كده بسم الله الرحمن الرحيم كده في القاع، عشان يحملي السمك برضو من ايه، ان هو ما يلزقش. افرد في القاع كده البطاطس والطماطم وكله كده. فردنا بقى في القاع كده، هنجيب السمك بتاعنا. شويه سمك ايه بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا السمكية عاملة ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هجيب الخليط بتاعي ده كده عشان انا هعمله سنجاري. بس ممكن ما احطش البطاطس، انا هحط البطاطس في الصينية طبعا، مش هحط البطاطس في السمك. بصوا احطه مفتوح كده في الصينية بسم الله الرحمن الرحيم زي السنجاري بالظبط. كل الخضار ده هيدبل طبعا وهيقصر، يعني مش اللي هو هيفضل كده اهو. بس احنا طبعا ما بنحشيش لان كل الخضار ده طبعا هيدبل خالص خالص خالص. حطه كده اهو. حط شرايح البطاطس كلها تحت وفوق اهو. اللهم صل على النبي، حلوه قوي قوي قوي. بصوا الشرايح البطاطس دي زي اللي هي بيبقى اللي بناكله بره، بيبقى حلو جدا طبعا. الليمون وكل ده بيخليه حلو قوي قوي قوي. حط الشرايح الليمون دي كده فوق. هنشوف بقى كده الصينيه، الم الحاجه بتاعتي دي بس كده. حبايب قلبي بصوا بسم الله ما شاء الله الصينيه عامله ازاي بالخضار بالسمك بكل اللي عليها دوت. هندخلها بقى الفرن بس ما نغطيهاش، لو غطيتيه هيبقى زي المسلوق، لازم تسيبيه كده عشان يتشمع طبعا من فوق وينشف شويه برده كده، ما يبقاش طري قوي. وايه هتشوفوا بقى هتبقى عامله ازاي. ما تتغطاش ولا بفويل ولا بكل الكلام ده. طبعا احنا هنشوفها بقى ندخلها الفرن ان شاء الله. ندخلها بقى نروح ندخلها الفرن. وده بقى الشكل. بصوا النهايه بتاع صينيه السمك بصوا عامله ازاي. بس طبعا خدنا منها، مستنوش عليها طبعا لان ايه خدنا منها. بصوا عامله ازاي زي السنجاري بالظبط، اللي هو اللي بيبقى تحت كده في السوق وفي المحلات. طبعا الرز، طبعا بصوا الرز عامل ازاي.
الرز لونه حلو طبعا مع الجزرايه اللي حطيناها عليه و... والصينيه بقى جميله اهي بالبطاطس. وبصوا البطاطس عامله ازاي، البطاطس بصوا دايبه اهي وجميله، والسمك حلو اهو. جربوها بقى يا رب تعجبكم ان شاء الله.